سلسلة رجل المستحيل، العدد الثالث، قناع الخطر، بقلم دكتور نبيل فاروق، الناشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت أحمد أحمد. قناع الخطر. كيف ينجح ضابط مخابرات معاد في الحصول على سر الصفقات العسكرية السرية؟ لماذا تضافرت كل القوى للقضاء على أدهم صبري في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ترى هل ينجح أدهم في أداء مهمته وكشف القناع عن الجاسوس المعادي؟ اقرأ التفاصيل المثيرة لترى كيف يعمل رجل المستحيل. أدهم صبري ضابط مخابرات مصري يرمز إليه بالرمز نون واحد. حرف النون يعني أنه فئة نادرة، أما الرقم واحد فيعني أنه الأول من نوعه. هذا لأن أدهم صبري رجل من نوع خاص، فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة من المسدس إلى قاذفة القنابل وكل فنون القتال من المصارعة حتى التايكوندو. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة ل6 لغات حية وبراعته الفائقة في استخدام أدوات التنكر والمكياج وقيادة السيارات والطائرات وحتى الغواصات، إلى جانب مهارات أخرى متعددة. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة، لقب رجل المستحيل. دكتور نبيل فاروق. الهدف. دوى صوت 6 رصاصات متتالية في حجرة التدريب أسفل مبنى المخابرات الحربية، أعقبه تصفيق حاد تخالطه عبارات الإعجاب، ثم تقدم كهل يحمل رتبة صول إلى القائم الخشبي الذي يحمل هدف التصويب ذا الدوائر ال6 المختلفة الأحجام والأبعاد، وأخذ يتأمله برهة قبل أن يصيح بلهجة هي مزيج من الفرح والدهشة: مستحيل! هذا رائع! أروع إصابة شاهدتها منذ عملت في مجال تدريب الرماية. ثم التفت إلى الشاب الطويل الوسيم الذي يقف هادئا وعلى شفتيه ابتسامة وقورة وقال: بدون مجاملة أستطيع أن أقول إنك أمهر من أمسك المسدسات في العالم يا سيادة المقدم. ابتسم المقدم أدهم صبري ابتسامة واثقة وقال بصوت هادئ: يرجع الفضل في ذلك إليك يا عزيزي منصور، فأنت أول من علمني إطلاق النار. اكتست ملامح العجوز بالفرحة وهو يقول بابتسامة عريضة: عفوا يا سيادة المقدم، إنما يرجع الفضل إلى موهبتك الفريدة في الاستيعاب وإلى ثبات أعصابك الخرافي. ثم تابع وهو يشير إلى الهدف: لقد قمت بتدريب المئات خلال سنوات عملي 30، ولكن أحدا منهم لم يتمكن من إطلاق 6 رصاصات في ثقب واحد كما فعلت أنت يا سيادة المقدم، إنما أنت موهوب. ضحك أدهم وقال وهو يربت على كتف العجوز بحنان: كفى مديحا يا عزيزي منصور، وإلا أصبتني بالغرور. فأسرع أحد الحاضرين يقول: أنت تستحق أكثر من ذلك أيها المقدم، هذا الذي رأيناه الآن يعد من المستحيلات. وتبعه ثان يقول بحرارة: هذا بالإضافة إلى المهارة التي شاهدناك عليها عند ساحة إطلاق المدافع الرشاشة، لقد كنت رائعا. وصاح ثالث: ولقد أعطيتنا درسا في القتال بالأسلحة البيضاء ظهر اليوم في صالة التايكوندو. ابتسم أدهم وقال وهو يعيد حشو مسدسه: دعنا نهتم بالخطوة التالية قبل أن يتملكني الزهو. كانت الخطوة التالية هي إطلاق الرصاص على هدف متحرك تزداد سرعة حركته كلما أصابته رصاصة من الرصاصات ال6 التي يحويها خزان المسدس.
وبدأ الهدف يتحرك بسرعة متوسطة وفي اتجاهات عشوائية لا يمكن التكهن بها مسبقا، وكان أدهم واقفا على بعد 6 أمتار من الهدف، وإلى جواره همس أحد الحاضرين في أذن جاره قائلا: هذا يعد أصعب اختبارات الرماية بالمسدس على الإطلاق، لقد أصبت في أفضل المرات 4 رصاصات من 6 وحصلت على... ولكنه لم يستطع إكمال عبارته، بل ارتفع حاجباه بدهشة بالغة وتدلى فكه الأسفل عندما دوت رصاصات أدهم ال6 لتصيب الهدف بدقة وسرعة، حتى أن الهدف نفسه لم يجد الوقت الكافي لتزداد سرعته، بل تلقى الرصاصات ال6 وهو يترنح كرجل أفقدته الخمر اتزانه. ارتج المكان بهتاف الدهشة والإعجاب، واندفع البعض يهنئ أدهم على تسديده الرائع، على حين تسمر الباقون دهشة. ابتسم أدهم بهدوء ونفخ الدخان البسيط المتصاعد من فوهة المسدس، ثم ناوله للصول منصور الذي زينت وجهه ابتسامة فخر وإعجاب وهو يتابع انصراف أدهم الهادئ ويفتل شاربه الضخم بيده الخالية، غير مصدق أن هذا الرجل المستحيل كان يوما ما واحدا من تلامذته في الرماية، وإن امتلأت نفسه بالفخر لذلك. تحرك أدهم بهدوء في ممر الطابق السفلي من مبنى المخابرات الحربية، وابتسامته الوسيمة تلقي التحية إلى كل من يقابلهم، وتوقف أمام المصعد رقم 3 وضغط زر الهبوط، ولكنه لاحظ أن المصعد في طريقه للهبوط بالفعل، وعندما توقف في الطابق السفلي وتحرك بابه مفتوحا، وجد أدهم نفسه أمام زميله النقيب فاروق الذي قال بسرعة: إنني أبحث عنك يا سيادة المقدم. نظر إليه أدهم بتساؤل فتابع قائلا: سيادة اللواء المدير يبحث عنك ويطلبك في الحال، يقول إن الأمر ضروري وعاجل جدا. مهمة حساسة. وقف أدهم باحترام أمام مدير المخابرات الحربية الذي أخذ يقلب في عدة أوراق وملفات على المكتب أمامه قبل أن يتناول صورة ملونة ويقدمها إلى أدهم قائلا: انظر إلى هذه الصورة جيدا أيها المقدم واحفرها في ذاكرتك. تناول أدهم الصورة وأمعن النظر إليها. كانت لرجل في حدود 40 من العمر، وسيم الملامح، حاد النظرات، طويل الوجه، له حاجبان كثيفان وشارب أنيق. وبرغم هذا المظهر الجميل شعر أدهم بامتعاض من هذا الرجل، ربما كان ذلك راجعا إلى أنفه الأجدع الذي يذكره بعجوز يعمل في خدمة مخابرات دولة معادية. رفع أدهم رأسه وقد ارتسم الترقب على ملامحه، فتابع المدير قائلا: هذه الصورة لرجل يدعى جوزيف إفرام، وهو يعمل في الوقت الحالي مديرا لمكتب روبرت مارك، رئيس المكتب العسكري الاستشاري للبنتاغون أو المؤسسة العسكرية الأمريكية، وهو محل ثقة في المكتب. ولكن معلوماتنا تؤكد بصورة لا تقبل الشك أن هذا الرجل المسمى جوزيف إفرام ما هو إلا ضابط مخابرات تابع لدولة معادية تم غرسه في هذا الموقع منذ 7 سنوات كاملة، وهو يقوم باستمرار بإرسال صورة من صفقات الأسلحة السرية التي تصلنا من الولايات المتحدة إلى دولته، التي تهتم دائما بمعرفة استعدادنا العسكري ودرجة تسليحنا. توقف المدير قليلا ليتناول جرعة ماء، ثم تابع باهتمام بالغ: ووجود هذا الرجل في مثل هذا الموقع الحساس يمثل نفس الوضع الذي تمثله دولته، فهو شوكة في ظهر سرية تسليحنا، أو بمعنى أدق سرية صفقات الأسلحة التي نعقدها مع الولايات المتحدة. ابتسم أدهم ابتسامة خفيفة وقال: إذن فالمطلوب مني هو التخلص من هذا الرجل. هز المدير رأسه نفيا وقال: هذا ليس كافيا، وإنما المطلوب هو كشف قناعه بصورة تضع دولته في مأزق حرج أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لأن قتله ربما يحوله إلى بطل وشهيد، وهذا لا يناسب الوضع الذي نريد الوصول إليه. ثم مال إلى الأمام وقال بجدية بالغة: سنقوم بتوقيع أكبر اتفاقية تسليح مع الولايات المتحدة بعد أسبوع واحد من الآن، ولا أريد أن يقوم هذا الرجل بتصويرها وإرسالها إلى دولته. هل فهمتني؟
أومأ أدهم برأسه إيجابا وقال: تماما يا سيدي. هز مدير المخابرات رأسه وقال: هذا عظيم، ولكن احذر أيها المقدم، سوف تعمل هذه المرة في قلب أقوى دولة في العالم ودون موافقتهم أو علمهم، وهذا يضعك في موقف معقد، إما أن تنجح في كشف القناع عن هذا الضابط المعادي لنا، أو تتسبب لنا في مشاكل مع الولايات المتحدة. قال أدهم بابتسامة واثقة: سأبذل أقصى جهدي يا سيدي. انتقلت ابتسامته الواثقة إلى وجه مدير المخابرات وهو يقول: ستسافر بعد ساعة واحدة إلى واشنطن بصحبة زميلتك الملازم منى توفيق، هل يضايقك ذلك؟ ضحك أدهم وهو يقول: بالعكس يا سيدي، لقد اعتدت على المشاكل التي تثيرها هذه الملازم. أشار مدير المخابرات إلى ملف موضوع أمامه وقال: خذ هذا معك، إنه يضم كل المعلومات التي أمكن الحصول عليها بشأن هذا الرجل جوزيف إفرام، مسكنه، عاداته، أسلوب حديثه، هواياته إلى آخره، ربما أفادتك أي معلومات منها. نهض أدهم واقفا وهو يبتسم وتناول الملف وقال بهدوء: سأبذل قصارى جهدي يا سيدي، وستنتهي المهمة قبل الوقت المحدد بإذن الله. وقبل أن ينصرف أدهم ناداه مدير المخابرات وقال: توخى الحذر بشدة أيها المقدم، صحيح أنني لم أتدخل من قبل في أسلوب معالجتك للقضايا التي أسندها إليك، ولكنني أنصحك هذه المرة ألا تلعب بوجه مكشوف كعادتك. ابتسم أدهم وقال قبل أن يغلق الباب: لا تقلق يا سيدي، جوزيف إفرام لن يكون هناك عندما توقعون الاتفاقية، أنا أعدك بذلك. الفخ. استيقظت منى على صوت أدهم وهو يقول بهدوئه المعهود: هيا أيتها الملازم، عليك بربط حزام مقعدك، سنهبط بعد قليل في مطار واشنطن. ابتسمت منى وهي تربط حزام مقعدها. كانت هذه هي المرة الأولى التي يستقبلها فيها المقدم أدهم بلا ضيق أو ضجر، ويتحدث إليها ببساطة عن المهمة التي هما بصددها، ولقد أعطاها هذا السلوك شعورا بالراحة والثقة بالنفس، حتى أن الهدوء الذي ملأ كيانها قد دفعها إلى النوم العميق، وما هي إلا لحظات حتى كانا خارج المطار. ابتسمت هي وقالت: الإجراءات الجمركية هنا بسيطة ودقيقة وسريعة جدا. قال أدهم وهو يشير إلى سيارة أجرة ذات لون أصفر فاقع: كل شيء هنا يسير بسرعة تجعل الجميع يلهثون. ثم قال لقائد السيارة وهو يستقر بجوار زميلته: إلى فندق هيلتون واشنطن أيها السائق. وبعد قليل توقفت السيارة أمام الفندق الضخم الذي يقع في قلب العاصمة الأمريكية. هبط أدهم بوقار وتبعته منى، على حين أسرع عمال الفندق يحملون الحقيبتين إلى موظف الاستقبال الذي أنهى تدوين البيانات بسرعة، وما هي إلا دقائق حتى كان كل من أدهم ومنى في جناحه الخاص. وما أن انتهى أدهم من تغيير ملابسه حتى اتصل بإدارة الفندق وطلب منهم استئجار سيارة سبور سريعة، ثم اتصل بمنى وطلب منها أن تقابله في ردهة الفندق الفاخر. هبطت منى إلى الردهة وقد ارتدت بلوزة وردية اللون وبنطلونا من نوع البلو جينز الأمريكي. حدق أدهم فيها برهة، ثم ابتسم ابتسامة ساخرة وقال بلهجة تهكمية: هذا الزي يجعلني أشعر وكأني بصحبة زميل لي، ولا أعتقد أنه يصلح للمطعم الفاخر الذي سنتناول فيه طعام العشاء. نظرت إليه منى بوجه حوله الخجل والضيق إلى لون أحمر صارخ، وحولته الدهشة إلى لقطة مسرحية، ثم قالت بعد لحظة من الصمت: لماذا لم تخبرني أننا سنذهب للعشاء في مطعم فاخر؟ ليس لدي ثياب تناسب ذلك على الإطلاق. ضحك أدهم وقال: لو أنك ارتديت ثوبا عاديا من ثيابك لأصبح لائقا تماما. بعد ساعة واحدة كان أدهم يدخل مطعم بلوكات وهو يرتدي حلة سوداء زادتها وسامته أناقة، وقميصا من اللون الأبيض، ورباط عنق رمادي اللون، وإلى جواره منى وهي ترتدي ثوبا أزرق اللون أنيقا، وقد استرسل شعرها الأسود على كتفيها ناعما تزينه وردة بيضاء صغيرة.
قادهما الجارسون إلى منضدة في منتصف المطعم، وناول كل منهما قائمة طعام، وما أن انصرف ليحضر الطعام حتى قالت منى بصوت خافت: لقد صدقت يا سيادة المقدم، لم يمض على وصولنا إلا ساعة ونصف ساعة فقط، ولقد بدأت ألهث من تلك السرعة الفائقة التي نتحرك بها. ضغط أدهم على أسنانه وقال والغيظ يقطر من كلماته: أية سرعة هذه التي تتحدثين عنها؟ لقد جلست 45 دقيقة في ردهة الفندق حتى انتهيت من استبدال ملابسك، أي نصف الوقت الذي مضى منذ وصولنا، ثم تتحدثين عن السرعة. ابتسمت منى ابتسامة خفيفة وقالت: لن يتكرر هذا يا سيادة المقدم، أعدك بذلك. قطب أدهم حاجبيه وقال بغضب: ثم إنني طلبت منك أكثر من مرة عدم مناداتي باسم المقدم، لا بد أن تعتادي على مناداتي باسمي خاليا من الألقاب، وإلا أفلتت منك هذه العبارة في موقف حرج يكشف أوراقنا. أنقذها الجارسون من غضب أدهم عندما أحضر طعام العشاء. ساد الصمت بينهما فترة، ثم سألته منى باهتمام: لست أصدق أنك دعوتني هنا للعشاء يا سيدي، فأنت لا تضيع أي لحظة عندما تكون في مهمة رسمية. قال أدهم بهدوء وهو يتناول طعامه: هذا صحيح، لقد دعوتك هنا لأن الرجل الذي حضرنا من أجله يتناول طعام عشائه هنا باستمرار. ابتسمت منى بابتسامة خبيثة وأخفت وجهها في طبقها وهي تقول بلهجة هامسة: هذا ما قدرته، أهو يجلس هنا الآن؟ أجابها أدهم دون أن يلتفت: نعم، إنه يجلس على المنضدة التي أمامي مباشرة، حذاري من الالتفات. ثم مسح فمه بمنشفة المائدة وقال بصوت حرص على أن يكون عاليا إلى درجة تصل إلى مسامع جوزيف، ولكنه ليس عاليا بدرجة تجعله يبدو مقصودا، وبلغة عربية واضحة: أريد تلك القطعة بأي ثمن، هل تفهمينني؟ إن تمثالا يرجع إلى عصر قبائل الألزاس لهو تحفة نادرة تستحق أي مبلغ من المال، لابد أن أحصل عليها مهما كان الثمن. قالت منى بلهجة حاولت أن تضيف إليها الارتباك: ولكن الرجل يرفض بيعها يا سيدي، لقد قدمت له مبلغا ضخما يغنيه مدى الحياة، ولكنه برغم ذلك يرفض تماما. تصنع أدهم الغضب وخبط على المائدة بقبضته وهو يقول: هذا الغبي إنه لا يستحق امتلاكها. وهنا جاءهما صوت رزين يقول: أنت محق في هذا أيها السيد. التفتت منى إلى الرجل الأنيق الطويل القامة الذي وقف مبتسما خلفها وهو يوجه نظراته الفاحصة إلى أدهم الذي قطب حاجبيه، ونظر إلى الرجل متصنعا الغضب على حين كان يبتسم في قرارة نفسه. فقد سقطت الطريدة في الفخ، ولم يعد باقيا سوى إحكام الفخ عليها. وقال أدهم بلهجة حاول أن يجعلها غاضبة بقدر استطاعته: وما شأنك بذلك أيها الرجل؟ هذا الأمر شخصي تماما. جذب الرجل الأنيق مقعدا وجلس قبل أن يسمح لأحدهما بالاعتراض، وقال بابتسامة دبلوماسية: نسيت أن أقدم نفسي، جوزيف إفرام، مدير المكتب الاستشاري العسكري للبنتاغون. نظر إليه أدهم متظاهرا بالدهشة وهو يردد: جوزيف إفرام، جامع التحف المعروف. ثم قطب حاجبيه وقال مصطنعا الغضب: اسمع أيها الرجل، أيا كانت وظيفتك، هذا التمثال ملكي ولن تحصل عليه ما دمت حيا. ابتسم جوزيف بخبث وقال وهو يميل بمقعده إلى الوراء: إذا لم تكن أذناي قد خدعتاني، فأنا أعتقد أن هذا التمثال لم يصبح ملكا لك بعد أيها السيد. خبط أدهم بقبضته على المائدة وصاح: ولكنه سيصبح كذلك مهما كلفني الأمر. ضحك جوزيف ببرود وقال: هذا أمر خاضع للتفاوض يا سيد، بالمناسبة لم أعرف اسمك بعد. أشاح أدهم بذراعه وهو يقول بغضب ظاهري: ليس لك الحق في توجيه أسئلة أيها الرجل. مال جوزيف إلى الأمام وقال وقد ضاقت حدقتاه وظهر الشر واضحا في عينيه: يبدو أنك لم تسمع عن البنتاغون أيها الرجل، أنت عربي أليس كذلك؟ لقد كنت تصيح باللغة العربية، ولكنني سمعتك وفهمت ما تقول، لأنني أتكلم العربية جيدا أيها الرجل. ابتسم أدهم في قرارة نفسه، فقد كان يعلم جيدا أن جوزيف يجيد اللغة العربية، ولهذا تحدث إلى منى بها ليجذب انتباهه وليجعل الأمر يبدو وكأنه يتحدث بها حتى لا يفهمها أحد من الحاضرين.
وسقط جوزيف في الفخ كالأبله. سقط بسبب هوايته الغالية، وبرغم ذلك تظاهر أدهم بالضيق وهو يقول مبعدا وجهه عن جوزيف: إنني ألمح لهجة التهديد في كلماتك أيها الرجل. ابتسم جوزيف ابتسامة ماكرة وقال: أنت قوي الملاحظة إذن أيها السيد، ألن تخبرني باسمك؟ قال أدهم وقد نجح في تصوير الاستسلام على وجهه ولهجته: صبحي، أحمد صبحي، رجل أعمال مصري، وهذه هدى سكرتيرتي الخاصة. ثم حول لهجته فجأة إلى الحدة وهو يقول: ولا تظن أنني أخبرك بهذا خوفا منك، وإنما… قاطعه جوزيف قائلا بابتسامة خبيثة: بالطبع يا سيد أحمد، هذا واضح. ثم سأله وهو يتفحصه بدقة: من يمتلك هذا التمثال في الوقت الحالي يا مستر صبحي؟ قال أدهم بلهجة نجح أن يجعلها منكسرة مهزومة: يهودي يدعى إيزاك، يقطن في الحي الخامس. ثم أمسك بذراع جوزيف وقال بتوسل مخادع: أرجوك يا مستر جوزيف، إنني أبحث عن هذا التمثال منذ سنوات عديدة. قاطعه جوزيف وهو يبتسم بثقة ويزيح كف أدهم عن ذراعه: كلنا هذا الرجل يا مستر صبحي، كلنا هذا الرجل. وما أن ابتعد جوزيف بخيلاء حتى ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وهمس لمنى: لقد سقط كالغر الساذج، هيا ينبغي أن نسرع بالذهاب إلى الحي الخامس. الثعلب العجوز. توقفت عربة بويك فاخرة أمام مبنى النصف متهدم في الحي الخامس، وهبط منها جوزيف الذي زفر بضيق وعدل من هندامه، ثم أشار إلى صبي زنجي صغير يجلس أمام المبنى. هرول إليه الصبي فسأله بصلف: هل يقيم إيزاك هنا أيها الفتى؟ أشار الصبي إلى المبنى نصف المتهدم وقال: نعم يا سيدي، إنه يقيم في هذا المبنى. تنهد جوزيف بملل والتفت إلى رجل ضخم يسير وراءه تماما وقال: أخيرا يا هال، وجدنا الرجل المطلوب، يبدو أنه يقيم هنا منذ زمن قريب، فلا أحد يعرفه على الإطلاق. طرق هال الباب بقوة وانتظر قليلا قبل أن يفتح الباب رجل محني الظهر أشيب الشعر، له أنف أجدع وحواجب ثقيلة. نظر إليه الرجل بريبة فسأله هال: هل أنت إيزاك؟ أومأ الرجل برأسه إيجابا وبرقت عيناه وهو يقول: عبدك إيزاك في خدمتك يا سيدي، تفضل. تقدم جوزيف مزيحا هال وإيزاك من طريقه، وتبعه هال إلى الداخل ثم أغلق الباب. جلس جوزيف على مقعد رث ووضع ساقا على ساق وأشعل سيجارا فخما قبل أن يقول: بلغني أنك تمتلك تمثالا أثريا من عصر قبائل الألزاس للبيع. فرك إيزاك كفيه وهو يقول: كنت أتمنى خدمتك يا سيدي، ولكنني بعت هذا التمثال منذ 10 دقائق فقط لرجل عربي يدعى… قاطعه جوزيف وهو يقفز من مقعده صارخا: أيها الوغد الغبي، لقد بعته لأحمد صبحي، أليس كذلك؟ ارتجف إيزاك وهو يقول: بلى يا سيدي، هو مستر صبحي، هل أخطأت في هذا يا سيدي؟ أمسك جوزيف بتلابيب إيزاك وأخذ يهزه بقسوة وهو يقول: تبيعه لعربي ولا تبيعه لرجل يشاركك العقيدة أيها الوغد. قال إيزاك بلهجة أقرب إلى البكاء: لقد منحني مبلغا محترما يا سيدي، كما أنني لم أعلم أنك تريده. دفعه جوزيف بعيدا وهو يقول: لهذا انصرف مستر صبحي من المطعم مسرعا، كان يجب أن أتوقع هذا التصرف. ثم برقت عيناه وهو يقول: إذن فتعاملنا سيكون مع مستر صبحي، سيندم على أنه لم يبتعد عن طريقي. ثم انصرف يتبعه هال الضخم كظله، وما أن أغلق الباب خلفه حتى بدا وكأن قامة اليهودي إيزاك قد استطالت، وتحول جسده المنحني إلى جسم ممشوق، وتحولت نظراته الذليلة المستكينة إلى بريق عزم وتصميم، وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة وهو يلتفت إلى ركن قصي في الغرفة ويقول: ها قد مرت الخطوة الثانية بنجاح أيتها الملازم، ولم يعد أمامنا سوى إقناع جوزيف باصطحاب إلى مكتبه في البنتاغون. برزت منى من خلف ستار ثقيل وقالت بابتسامة ونظرة إعجاب: أنت بارع جدا في التنكر يا سيادة المقدم،
لولا أنني أعرف شخصيتك ما تصورت أبدا أن إيزاك اليهودي المسكين هو نون واحد المعروف بلقب رجل المستحيل. بعد ساعة واحدة من هذا الحدث كان أدهم يدخل بصحبة منى إلى الفندق، حيث كان ينتظرهما جوزيف الذي قام واقفا، وقال وهو يبتسم ابتسامة خبيثة ويمد يده إلى أدهم مصافحا: مستر صبحي، أنا في انتظارك منذ ساعة تقريبا، لقد زرت إيزاك أليس كذلك؟ ضحك أدهم وهو يقول: الأسرع هو الفائز يا مستر جوزيف، أليس هذا قانونكم في أمريكا؟ ابتسم جوزيف ابتسامة ماكرة وهو يشعل سيجاره الضخم قائلا: ليس دائما يا مستر صبحي، ليس دائما. ثم أشار إلى أدهم وقال بخبث وتهديد واضحين: سأعرض عليك عرضا أخيرا، لا أعتقد أنك سترفضه يا مستر صبحي. وهمس بصوت كالفحيح وهو ينظر في عيني أدهم مباشرة: إنني أعرض عليك حياتك مقابل هذا التمثال يا مستر صبحي، وهذا عرضي الأخير. تظاهر أدهم بالخوف وقال: ولكنني أودعته خزانة خاصة ولن أستطيع الحصول عليه قبل صباح الغد، وسوف أغادر الولايات المتحدة في 5 ظهرا. ابتسم جوزيف ابتسامة واثقة وهو يقول: يمكنك إحضاره في الصباح وسوف أرسل إليك من يأخذه. قاطعه أدهم متظاهرا بالجزع: لا، لن أسلم هذا التمثال الثمين لرجل سواك. ابتسم جوزيف وقال: حسنا، يمكنك إحضاره لي بنفسك في مكتبي غدا، سأعطيك تصريحا يسمح لك بالدخول. كاد أدهم يقفز فرحا عندما ناوله جوزيف التصريح الذي يتيح له دخول المكتب الاستشاري العسكري للبنتاغون. كانت الخطة تسير بسلاسة كما توقعها أدهم، وما أن انصرف جوزيف حتى التفت أدهم إلى منى مبتسما وقال وهو يلوح بالتصريح: يبدو أن هذه المهمة ستكلل بالنجاح يا عزيزتي منى، وأعدك بدعوتك للعشاء بحق عندما ينتهي الأمر، وفي أفخر مطاعم واشنطن. ابتسمت منى بسعادة، كانت هذه هي المرة الأولى التي يناديها فيها أدهم باسمها دون لقب الملازم. بعد نصف ساعة تقريبا كان جوزيف يجلس مع رجل طويل أصلع الرأس أشيب السوالف أجدع الأنف، له عينان ضيقتان تشعان ببريق غامض. كان الرجل يضم كفيه أمام وجهه وهو يستمع إلى جوزيف الذي يقص بلهجة انتصار قصة حصوله على التمثال. قطب الرجل العجوز حاجبيه وقال: هذه القصة عجيبة جدا يا جوزيف، هل تخلى هذا الرجل ببساطة هكذا عن تمثال أثري قديم؟ ابتسم جوزيف بفخر وقال: وهل التهديد بالقتل أمر بسيط يا سيدي؟ ضاقت حدقتا العجوز وقال: أنت تلعب بالنار يا جوزيف، ليس من المفروض أن تدخل في صراعات خاصة، لقد تم زرعك هنا لمهمة معينة، ولو أنك تجاوزت المطلوب منك ستكون خاتمتك مروعة. ازدرد جوزيف ريقه بصعوبة وقال بارتباك: أعلم واجبي جيدا يا سيد حاييم، وأنت تعلم شغفي الشديد بالتحف الأثرية. صاح حاييم بغضب: هذا الشغف سيوقع بك يوما ما. ثم اكتسى وجهه بالحيرة وعاد يقطب حاجبيه ويقول: والواقع إنني أتساءل. والتفت إلى جوزيف وسأله: أخبرني، ما أوصاف ذلك الرجل العربي يا جوزيف؟ قال جوزيف باهتمام: طويل القامة، عريض المنكبين، وسيم تصاحبه سكرتيرته قاطعه حاييم صائحا: يا للشيطان، وهل هذه السكرتيرة سوداء الشعر جميلة الملامح وأقصر منه بكثير؟ أجابه جوزيف بارتباك: نعم يا سيدي، هذا صحيح، هل تعرفهما؟ ضرب حاييم الحائط بقبضته وقال وهو يضغط على أسنانه غضبا: لقد خدعاك أيها الغبي، هذا الرجل ليس سوى أدهم صبري ضابط المخابرات المصري، وسكرتيرته الحسناء زميلة له في مهنته. اتسعت عينا جوزيف ذعرا وقال بتلعثم: ضابط مخابرات مصري؟ يا للشيطان، هل أنت واثق يا سيدي؟ صاح حاييم بلهجة تتميز بالغيظ: لقد تعاملت مع هذا الضابط شخصيا على أرض إنجلترا من قبل ولن يخدعني مرة ثانية. تراجع جوزيف وهو يقول بدهشة: في إنجلترا؟ هل هو نفس الضابط الشيطان الذي فاز في سباق الحصول على تصميمات السلاح السري الذي اخترعه الدكتور ألفريد؟ لقد قلت في تقريرك عنه أنه خارق للعادة. ضاقت حدقتا حاييم وهو يقول بلهجة قاسية: لن يهزمني هذا الشيطان مرة ثانية.
ثم ابتسم ابتسامة صفراء وقال: ما دام يحب العمل هنا في أمريكا فسأعمل على ألا يغادرها إلا في تابوت خشبي. صراع مباشر. هبطت منى في الصباح إلى ردهة الفندق حيث كان أدهم في انتظارها، وقال عندما وقع بصره عليها: صباح الخير يا منى، هل نمت جيدا ليلة أمس؟ ابتسمت منى وقالت: نعم يا سيدي، شكرا لسؤالك. قال وهو يستدير إلى باب الفندق: هيا بنا، سنقوم بالخطوة الثالثة اليوم. سألته منى وهي تتبعه: هل تعتقد أنك ستنجح في سرقة المستندات؟ أجابها وهو يخطو خارج الفندق: هذا يتوقف على مهارتك في إبعاده عن غرفة المكتب. وفجأة دفعها أدهم بعيدا وقفز جانبا، وفي نفس اللحظة تحطم الباب الأمامي للفندق بدوي شديد، وأسرع أدهم يمسك بيدها وهو يصيح: أسرعي إلى الداخل، هيا، قبل أن ينجح هذا الوغد في إصابتك. ثم دفعها إلى الداخل بقوة، وأخذ يجري في اتجاه البناية المجاورة عندما أصابت رصاصة أخرى أسفلت الشارع خلفه مباشرة. وفوق البناية الضخمة المجاورة لفندق هيلتون صاح رجل نحيل بغضب وهو ينظر من خلال المنظار المقرب المثبت فوق ماسورة البندقية القوية التي يحملها: اللعنة! لقد قفز هذا الشيطان وكأنه رأى رصاصتي قبل أن تبلغه. إنه يجري بسرعة لا تتيح لي إصابته بدقة، ولكن هل ينوي الوصول إلى هنا؟ ثم ابتسم بشراسة وهو يخرج مسدسا ضخما من جيب معطفه ويقول: حسنا، ما دام قد قرر المواجهة المباشرة فلا بد أن يكون كفءا لموريس. مرت دقائق طويلة دون أن يبدو ما يدل على وصول أدهم. قطب موريس حاجبيه وقال لنفسه: لا بد أن صديقنا قد آثر السلام، أو أنه اكتفى بإبلاغ البوليس. أزعجته فكرة إبلاغ الشرطة، فدس مسدسه في جيب معطفه ورفع ياقته ليخفي وجهه، وألقى بالبندقية بعيدا، ثم فتح باب السطح ليغادر المبنى، ولكنه بدلا من ذلك تلقى لكمة قوية أطاحت به إلى الوراء 3 أمتار على الأقل. رفع موريس رأسه وزمجر بشراسة عندما وقع بصره على أدهم الذي كان يقف بقامة ممشوقة يتأمله بنظرة صارمة وابتسامة ساخرة. أسرع موريس يتناول مسدسه، ولكن أدهم قفز برشاقة وخفة، وقبل أن يلمس الأرض كانت قدمه اليمنى تطيح بالمسدس بعيدا بركلة قوية، واليسرى تركل موريس في وجهه بشدة. اندفع الدم من أنف موريس، على حين قال أدهم بسخرية: لا بد أن تكون سرعة استجابتك أقوى بكثير عندما تفكر في تصويب مسدسك إلى أدهم صبري أيها الرجل. أخذ موريس يسب ساخطا وهو يحاول إيقاف الدم المندفع من أنفه، وبحركة مباغتة قفز واقفا وسدد لكمة قوية إلى فك أدهم الذي تلقاها ببساطة على ساعده الأيسر، ثم أعقب ذلك بلكمة قوية من يمناه إلى معدة موريس، ثم أخرى بيسراه في ذقنه. ترنح موريس ثم هوى على الأرض فاقد الوعي، فابتسم أدهم بسخرية وتمتم: لو أنك استمعت إلى نصيحتي لما عاودت الكرة أيها الوغد. في نفس اللحظة التي نطق فيها أدهم بعبارته، قفز رجل بوليس إلى داخل السطح، وصوب أحدهما مسدسه إلى أدهم وهو ممسك به بكلتا قبضتيه، وقد انحنى ظهره قليلا وانفرج ساقاه، على حين اندفع الآخر نحو موريس. ابتسم أدهم وقال وهو يرفع ذراعيه فوق رأسه: حسنا، لن أقاوم. أخذ مفتش البوليس الأمريكي ينقل بصره بين أدهم الذي جلس على مقعده في استرخاء وقد علت شفتيه ابتسامة غير مبالية، ومنى التي جلست بهدوء أمام أدهم. وبعد فترة من الصمت قال المفتش وهو يضم كفيه: لا خلاف بالطبع على أنه حاول قتلك يا مستر صبحي، فقد شاهد عدد كبير من المارة والنزلاء واقعة إطلاق الرصاص، ولكن السؤال هنا هو لماذا؟ ثم مال إلى الأمام وقال وهو يتفحص أدهم بنظرات ثاقبة: لماذا يطلق مجرم عتيد مثل موريس مان النار على رجل أعمال مصري؟ هل لديك إجابة يا مستر صبحي؟ قال أدهم وهو يشيح بذراعه:
عليك أن تطلب منه الجواب يا سيادة المفتش، أنا المجني عليه لا الجاني. ابتسم مفتش البوليس ابتسامة ساخرة وهو يقول: ولكن من يراكما يتصور أنه هو المجني عليه يا مستر صبحي، لابد أن لك دراية بفنون القتال، دراية كاملة. ثم اعتدل في مقعده وقال بنفاد صبر: حسنا يا مستر صبحي، كل ما أطلبه منك هو أن تظل على اتصال بي حتى ينتهي التحقيق، يمكنكما الانصراف الآن. وما أن استقل أدهم ومنى السيارة التي استأجرها أدهم حتى سألته منى: هناك سؤال يحيرني يا سيدي، كيف تنبهت إلى أن هناك من يحاول إطلاق الرصاص علينا عندما عبرنا باب الفندق في الصباح؟ ابتسم أدهم وقال ببساطة وهو يقود السيارة: لقد لاحظت فور عبورنا باب الفندق انعكاسا ضوئيا من أعلى البناية المواجهة، ولما كانت الشمس تشرق من خلف الفندق وليس من أمامه، فقد قدرت أن أشعتها تصطدم بجسم لامع، ولقد رفعت بصري ثانية واحدة وكان هذا الوغد يبدو واضحا وأشعة الشمس تغمره وتنعكس على معدن بندقيته اللامع. رفعت منى حاجبيها دهشة وقالت: هكذا ببساطة؟ هل وصلت سرعة استجابتك إلى هذا الحد؟ قال أدهم وقد تحولت لهجته إلى الجدية الشديدة: دعك من هذا، المهم أن هذا الحادث يحمل دلالة خطيرة، فليس من المنطقي أن يحاول جوزيف إطلاق النار علينا ما دمت قد وعدته بإحضار التمثال إلى مكتبه صباح اليوم، إلا إذا. ثم قطب حاجبيه وقال: إلا إذا كانت أوراقنا قد انكشفت بطريقة ما، وهذا يعني أننا سنخوض حربا شعواء وسنخوضها بوجوه عارية. المعركة. كانت الساعة تشير إلى 3 عصرا عندما توقفت سيارة أدهم أمام فندق هيلتون. هبط منها أدهم بسرعة وتبعته منى، وما أن اجتازا بابه حتى أسرع إليهما موظف الاستقبال باسما وهو يقول: حمدا لله على سلامتك يا مستر صبحي، حمدا لله على سلامتك يا مس منى، لقد أصابنا القلق عندما. قاطعه أدهم قائلا: هل من رسالة؟ هل اتصل مستر جوزيف إفرام؟ هز الرجل رأسه نفيا وقال: لا يا سيدي، لا توجد أي رسائل. التفت أدهم إلى منى وقال: هذا يؤكد ما استنتجناه. صعدا إلى جناحيهما في الحال، واتجه كل منهما إلى جناحه ليعد حقائبه، فقد قرر أدهم أن يغادر الفندق في الحال إلى وجهة تخفى على مطارديهما. كان أدهم يعد حقيبته عندما سمع طرقا على باب حجرته. أمسك بمسدسه في الحال واقترب من الباب وهو يسأل بحذر: من الطارق؟ أجابه صوت هادئ من الجانب الآخر للباب: شرطة، المفتش هيستون يطلبك في مكتبه. فتح أدهم الباب بحذر، ومن خلال فرجته رأى شابا ضخم الجثة عريض المنكبين يرتدي الزي المميز لرجال الشرطة في واشنطن. كان الشاب يبتسم في هدوء، فأسرع أدهم يدس مسدسه في جيب سترته ويرفع السلسلة التي تمنع الباب من أن ينفتح، وأشار إلى الداخل وهو يقول: تفضل بالداخل، لحظة حتى أنتهي من حزم حقائبي ثم سأصحبك إلى مركز الشرطة. ابتسم الشرطي الشاب وقال وهو يعقد ساعديه: حسنا يا مستر أدهم، سأنتظر حتى تنتهي من حزم حقائبك، خذ راحتك. ابتسم أدهم ابتسامة باهتة ثم انحنى ليضع ثوبا من ثيابه في الحقيبة، وبحركة مباغتة طوح بالحقيبة لتصطدم بوجه الشرطي الشاب بقوة، جعلته يترنح قليلا قبل أن ينتزع مسدسه وهو يصيح بغضب شديد: أيها الأحمق سوف. ولم يمهله أدهم حتى يتم عبارته، بل عاجله بضربة قوية من راحة يده على كف الشرطي التي تمسك بالمسدس فأطاح به بعيدا. ثم اتجهت قبضته اليسرى بقوة إلى بطن الشرطي، وتبعتها قبضته اليمنى لتستقر على فك الشرطي وتلحقها اليسرى في تتابع عجيب. سقط الشرطي على إثره مشتت الذهن، ثم حاول أن يرتكز على ركبتيه قائما، لكن قدم أدهم اليمنى ركلت وجهه بقوة ألقته على أرض الغرفة. أخذ الشرطي يتأوه بصعوبة، ولكن ركلة قوية من قدم أدهم اليسرى أوقفت تأوهاته،
وذهبت به إلى دوامة مظلمة ليس لها قرار. أسرع أدهم يجمع الثياب التي تناثرت من حقيبته فيحشوها في الحقيبة ويغلقها، ثم يحملها ويسرع إلى الخارج. وما أن أصبح في الممر الخارجي حتى وجد أمامه شرطيا آخر يصوب مسدسه إليه ويصيح: توقف وإلا أطلقت النار. وبوغت الشرطي الثاني بحقيبة أدهم وهي تشق طريقها إلى وجهه، وقبل أن يتخذ الإجراء المناسب شعر بألم بالغ في فكه، ودارت عيناه في محجريهما عندما اصطدمت الحقيبة الثقيلة بوجهه. وقبل أن يستعيد توازنه كانت قبضتا أدهم تتواليان الارتطام بفكه وأنفه. انفجر الدم من أنف الشرطي وأفلت المسدس من قبضته. وفي نفس اللحظة التي قفز فيها أدهم ممسكا بتلابيبه، فتحت منى باب حجرتها وصاحت: يا إلهي، ما الذي يحدث هنا؟ استدار إليها أدهم بسرعة، ولكن الشرطي الثاني انتهز هذه الفرصة ودفعه بعيدا عنه، ثم قفز إلى المصعد المفتوح وهبط به. أسرع أدهم يهبط الدرج وراءه، ولكنه فوجئ أمامه بالمفتش هيستون الذي صاح بدهشة: بحق السماء، ما الذي يحدث هنا؟ زفر أدهم بضيق وقال بصوت أقرب إلى الصياح: لو أنك تركتني أكمل هذه المطاردة أيها المفتش لتوصلت إلى معرفة ما يحدث هنا. قال المفتش بلهجة باردة: لن تكمل أي مطاردات يا مستر صبحي، اصعد أمامي قبل أن ألقي القبض عليك. تنهد أدهم بصبر نافذ وقال وهو يهز كتفيه: أنت تضيع فرصة عمرك أيها المفتش. دفعه المفتش إلى أعلى السلم وصعد وراءه وهو يقول بنفس اللهجة الباردة: هذا لا يعنيني يا مستر صبحي، اصعد أمامي أولا. عاد أدهم إلى الممر الذي يضم جناحه باستسلام، حيث وجد منى في انتظاره وهي بادية القلق، ولمح في عينيها الكثير من التساؤل، فهز كتفيه وكأنه يقول: ليس أمامي سوى ذلك. وما أن دخل المفتش هيستون وراء أدهم ومنى إلى جناح أدهم، ووقع نظره على الشرطي الفاقد الوعي على الأرض، حتى التفت إلى أدهم وقال: هل تستطيع تفسير هذا يا مستر صبحي؟ أحكم أدهم رباط عنقه وعدل من هندامه وهو يقول: التفسير بسيط للغاية أيها المفتش، هذا الشرطي مزيف. ابتسم المفتش ابتسامة ساخرة وقال وهو يعقد ساعديه: هكذا؟ وكيف توصلت إلى معرفة ذلك يا مستر صبحي؟ شعر أدهم بحيرة بالغة عندما وجه إليه المفتش هذا السؤال. كيف يخبره بالسبب الذي جعله واثقا من أن هذا الشرطي مزيف؟ لا يمكن أن يخبره بأن الشرطي المزيف قد أوقع بنفسه عندما ناداه باسم أدهم، فالوحيد الذي يعلم اسمه الحقيقي في هذا المكان هو منى، أما الباقون فيعرفونه باسم أحمد صبحي كما يقول جواز سفره. وبان التردد على وجهه، فقال المفتش بلهجة ساخرة: أنت لا تجد إجابة مقنعة يا مستر صبحي، أليس كذلك؟ ثم قال بلهجة باردة: ولن تجد، لأن هذا الشاب هو في الحقيقة واحد من رجالي، أي أنه شرطي حقيقي وليس مزيفا كما تدعي يا مستر صبحي. رفع أدهم حاجبيه دهشة وقال: هذا مستحيل إلا إذا... ثم قطب حاجبيه وارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة، ووضع كفه على يد منى التي أمسكت بذراعه هلعا عندما صوب إليهما المفتش هيستون مسدسه وهو يقول بنفس لهجته الباردة: إلا إذا ماذا يا مستر صبري؟ أدهم صبري، أليس كذلك؟ الشرطي القاتل. ابتسم أدهم بسخرية وقال للمفتش هيستون وهو يتأمل المسدس الذي يحمله بيده: هكذا، كم دفعوا لك مقابل هذا العمل القذر؟ أجابه المفتش هيستون ببرود: أكثر من معاشي في 10 سنوات يا مستر صبري. ضحك أدهم ضحكة قصيرة وقال: وهل تنوي إطلاق النار علينا هنا أو في الخارج؟ أشار هيستون إلى الشرطي الملقى على الأرض وقال: أعتقد أن هذا سبب منطقي لإطلاق النار عليكما يا مستر صبري، وسيشهد هذا الشرطي المسكين أنكما حاولتا قتله. هز أدهم رأسه وقال بسخرية لا تتناسب مع الموقف: بالطبع، ما دام قد حصل على ما يساوي معاشه لأكثر من 10 سنوات.
ثم أشار إلى الباب خلف هيستون وقال ببساطة: ولا بد أن زميله هذا قد حصل على مبلغ مماثل. التفت هيستون إلى الباب ثم تنبه إلى الخدعة القديمة، فعاد يلتفت إلى أدهم وزميلته، ولكن الوقت كان قد ولى، فقد ارتطم وجهه في أثناء عودته بقبضة أدهم القوية، وشعر بقوة تنتزع مسدسه وبقبضة تغوص في معدته، وقبل أن يستعيد توازنه شعر بلكمة كالقنبلة تحطم فكه، وكان هذا آخر ما شعر به إذ فقد بعده الوعي تماما. ابتسم أدهم وقال بسخرية: كان يجب أن تطلق النار في الحال أيها القذر، هذا الأسلوب المسرحي لا يصلح عندما يكون غريمك أدهم صبري. ثم التفت إلى منى التي وقفت تنظر إلى المفتش بذهول وقال: هيا بنا، لابد أن نغادر هذا الفندق اللعين في الحال. بعد ساعة من هذه الأحداث وفي فندق صغير في بقعة فقيرة من بقاع مدينة واشنطن، جلس أدهم في غرفة صغيرة وأمامه جلست منى. كان هو يقول: لقد انقلبت المطاردة أيتها الملازم، وتحولت الفريسة إلى صياد والعكس، ولكنني أتساءل عما كشف أمرنا. لقد توخينا الحرص في كل خطوة خطوناها. هزت منى رأسها وقالت: المهم الآن ماذا سنفعل؟ أن نتخلى عن المهمة أم نواصل العمل بوجوه سافرة؟ قال أدهم بصوت هادئ يجمد الدم في العروق: لا مجال للتفكير في هذا الأمر أيتها الملازم، أنا لا أتخلى أبدا عن مهمة أسندت إلي. سألته منى بخوف: ماذا سنفعل إذن؟ وضع أدهم كفيه في جيب بنطلونه وأخذ ينظر من خلال النافذة ثواني قبل أن يقول: سأقاتلهم كما أرادوا، لن يستسلم أدهم صبري أبدا. ثم التفت إليها وقال: نحن في مأمن في هذا الفندق الصغير لفترة قادمة على الأقل. وارتدى سترته وتأكد من وجود مسدسه في وضع الاستعداد، ثم قال: لا تغادري هذه الغرفة حتى أعود، تذكري الإشارة، 3 دقات متتالية. وفي نفس اللحظة في منزل بعيد في الطرف الآخر من المدينة هب حاييم غاضبا وهو يصيح مستنكرا: تغلب عليهم؟ رجل واحد تغلب على 3 من رجال الشرطة؟ كيف؟ أشاح جوزيف بذراعيه وقال: هذا ما حدث يا سيدي، المفتش هيستون يقول إنه شيطان. خبط حاييم مسند المقعد بقبضته وهو يصيح: اللعنة، ألن نتخلص من هذا الشيطان أبدا؟ ثم التفت إلى جوزيف وقال: ألا يعرف هيستون أين ذهبا بعد مغادرتهما الفندق؟ أومأ جوزيف برأسه نفيا وقال: حتى الآن لا يا سيدي، ولكنه يقوم بإجراء تحرياته. لقد تحرى في مكتب استئجار السيارات فوجد أن الضابط المصري قد أعاد السيارة. قطب حاييم حاجبيه وقال: أعاد السيارة؟ كان من المنطقي أن يتمسك بها لتساعده في الهروب إلا إذا... ثم التفت إلى جوزيف وقال بلهجة آمرة: أرسل رجالك إلى كل مكاتب استئجار السيارات في واشنطن، فلا بد أن أدهم صبري قد استعاض عن هذه السيارة بأخرى غير معروفة لنا. أسرع جوزيف لتنفيذ الأمر على حين ضم حاييم كفيه، وبرقت عيناه وهو يقول لنفسه: لنرى من منا ينتصر في هذه الجولة يا مستر صبري، وخاصة عندما أجند كل القوى للتخلص منك. تحالف الثعالب. توقفت عربة فورد فاخرة أمام البوابة الحديدية الضخمة لقصر منيف، وتقدم منها أحد 3 رجال يحملون المدافع الرشاشة، على حين صوب الآخران مدفعيهما إلى العربة. انحنى الرجل ليفحص وجه سائق السيارة وراكبه الذي يجلس في المقعد الخلفي. قال الراكب بهدوء: أنا حاييم شيمون، عندي موعد مع دون ريكاردو. رفع الرجل جهاز إرسال واستقبال صغير أمام وجهه، وقال دون أن يبعد عينيه عن ركاب السيارة: حاييم شيمون، نحيل، أصلع الرأس، أشب السالفين، أنف أجدع، عينان ضيقتان، ومعه سائق بدين أحمر الوجه. ثم استمع إلى عبارة قصيرة عن طريق الجهاز الذي يحمله، واستدار مشيرا للرجلين، فقاما بفتح البوابة في الحال.
اجتازت الفورد بوابة القصر وسارت في الممر الطويل مدة 3 دقائق قبل أن تتوقف أمام القصر الفخم، وبعد أن فحصها رجل ضخم الجثة يحمل هو الآخر مدفعا رشاشا سمح لراكبها بالهبوط. هبط حايين بهدوء وصعد في السلالم، ثم اجتاز باب القصر وابتسم ابتسامته الصفراء عندما وجد أمامه رجلا بدينا يرتدي نظارة طبية ويقترب منه صائحا وهو فاتح ذراعيه. مرحبا أيها الثعلب العجوز، سنوات عدة انقضت منذ آخر لقاء لنا، قال حايين بابتسامته الخبيثة. دون ريكاردو، لقد أصبحت أكثر بدانة وأقصر نظرا. قهقه دون ريكاردو وهو يربت على كتف حايين بقوة. ما زلت خبيثا ماكرا أيها الثعلب العجوز، أي رياح ألقت بك إلى هنا؟ أجابه حايين بجدية. أريد منك خدمة يا دون. ابتسم دون ريكاردو ابتسامة ماكرة وهو يخلع نظارته قائلا: يا للزمن، حايم شيمون أستاذ المذابح والاغتيالات يطلب خدمة من دون ريكاردو المسكين. ما أنا إلا تلميذك يا أستاذي العظيم. بادله حايم الابتسامة الماكرة وقال: لا يليق بك هذا التواضع يا دون، كل طفل في أمريكا يعلم أنك الأب الروحي لعصابات المافيا. قهقه دون ريكاردو ضاحكا ثم قال بابتسامة أكثر مكرا: وما الذي يطلبه الثعلب العجوز من دون ريكاردو؟ عاد حايين بمقعده إلى الوراء وقال بهدوء: الأمر يتعلق بالتخلص من رجل. ضحك دون ريكاردو ضحكة قصيرة ساخرة وقال: التخلص من رجل واحد فقط. مال حايين بمقعده إلى الأمام وضاقت حدقتاه وهو يقول: إنه ليس مجرد رجل عادي يا دون، إنه شيطان يدعى أدهم صبري. ارتسمت الجدية على وجه دون ريكاردو وهو يشعل سيجارا فاخرا، وساد الصمت لحظة قبل أن يقول: لهجتك والتجاؤك إلي يدلان على مدى خطورة هذا الرجل، أخبرني إذن أين أجده؟ ابتسم حايم ابتسامة صفراء واثقة وهو يقول: سأخبرك في الحال إذا سمحت لي باستخدام هاتفك. ثم التقط الهاتف قبل أن يأذن له دون ريكاردو واتصل بجوزيف وسأله: هل قمتم بإجراء التحريات التي طلبتها؟ أجابه جوزيف: نعم، ولكننا لم نجد أي رجل في أي فندق أو أي مكتب لاستئجار السيارات باسم أحمد صبحي أو أدهم صبري، ولكننا حصلنا على أسماء كل العرب الذين استأجروا سيارات سريعة كما أمرت. قال حايين بنفاد صبر: حسنا، أخبرني بهم. أخذ جوزيف يقرأ باهتمام: سليمان منصور عراقي، فريد عمران كويتي، إلياس صفوان لبناني، راشد. قاطعه حايين صائحا: أعد علي اسم هذا اللبناني. قال جوزيف بدهشة: إلياس صفوان، هل تعرفه يا سيدي؟ ابتسم حايين ابتسامة صفراء ماكرة وهو يقول قبل أن ينهي المكالمة: بالطبع يا صديقي، بالطبع. ثم التفت إلى دون ريكاردو وقال وابتسامته الماكرة تعلو وجهه: حتى العباقرة لهم نزواتهم يا عزيزي دون. أدهم صبري، أحمد صبحي، وأخيرا إلياس صفوان، كلها أسماء تبدأ بحرف الألف والصاد. يبدو أن صديقنا مستر صبري يعشق الحروف الأولى من اسمه. ثم مال إلى الأمام وبرقت عيناه ببريق عجيب وهو يقول: ابحث عن هذا الاسم يا عزيزي دون في أحد الفنادق الرخيصة، وعندما تجده اقتله. لحظات الخطر. جلس أدهم باسترخاء على مقعد قديم وقد حل رباط عنقه، وبدا الإرهاق الشديد على ملامحه وهو يقول لمنى: لقد درت حول إدارة البنتاغون 10 مرات على الأقل، وأستطيع أن أجزم بأن هذا المكان منيع إلى أقصى درجة. قالت منى باهتمام: هل تعتقد يا سيدي أن الوقت الباقي أمامنا يكفي لتنفيذ الخطة؟ أشاح أدهم بذراعه وهو يقول: إنني أعتمد على أنهم لن يتوصلوا بسهولة إلى أننا نقيم في هذا الفندق الصغير تحت اسم السيد إلياس صفوان وزوجته، وهذا سيعطينا بعض الوقت مما يتيح لنا وضع خطة بديلة. ثم قطب حاجبيه وقال: أعتقد أننا ما زلنا نمتلك ورقة رابحة أيتها الملازم.
وقام واقفا وقال لمنى باهتمام: هيا بنا أيتها الملازم، سنقوم بمحاولة أخيرة. قالت منى وهي تتبعه: ولكنك مرهق جدا يا سيادة المقدم، ربما كان من الأفضل لو… قاطعها أدهم بحزم: هيا أيتها الملازم، لا وقت للنقاش. اتخذت منى مقعدها بجوار أدهم في السيارة الصغيرة التي استأجرها، وأغلقت باب السيارة. أدار أدهم محرك السيارة ونقل ذراع السرعة إلى الوضع الأول، وفجأة اتسعت حدقتاه وصاح: رباه، هذه السيارة! اقفزي يا منى بسرعة! حاولت منى إطاعة الأمر، ولكن أبواب السيارة كانت مغلقة بإحكام بطريقة تجعل من المستحيل فتحها. كشف أدهم الوضع نفسه، فأخرج مسدسه بسرعة وصوبه إلى النافذة الأمامية للسيارة وهو يصيح: احمي وجهك! ثم أطلق الرصاص على الزجاج، وتناثرت قطع الزجاج الصغيرة في كل مكان، ولكن أدهم لم يلتفت إليها، بل التفت إلى منى وصاح آمرا: اخرجي بسرعة، لست أدري كم بقي أمامنا من وقت. اجتازت منى النافذة الأمامية بسرعة ورشاقة، وتبعها أدهم، ثم أمسك بيدها وأخذ يعدو بسرعة وهو يحثها على الإسراع. وما أن ابتعدا حوالي 100 متر عن السيارة حتى انفجرت بدوي شديد، وتناثرت شظاياها في كل مكان. سقط أدهم ومنى أرضا من شدة الانفجار، وما أن اقترب الموقف من الهدوء حتى رفعت منى رأسها وسألت بدهشة: يا للهول، كيف استنتجت هذا يا سيدي؟ قال أدهم وهو ينهض ويساعدها على النهوض: عادة قديمة أيتها الملازم، اعتدت دائما خدشة بلوه السيارة التي أستأجرها بظفري حتى يمكنني تمييزها في حالة استبدالها، ولقد منعني الإرهاق الذي أشعر به من ملاحظة ذلك فور صعودي إليها، ولكنني تنبهت إلى عدم وجود الخدش بعد أن أدرت محرك السيارة، والسبب الوحيد الذي يدعو إلى ذلك في موقفنا هذا هو أن تكون السيارة البديلة مزودة بقنبلة، ولما لم تنفجر هذه القنبلة فور إدارة المحرك فقد استنتجت أنها من نوع القنابل الزمنية التي يبدأ تشغيلها مع دوران المحرك. رفعت منى حاجبيها دهشة وقالت وهي تنفض الغبار عن ثوبها: لهذا أخبرتني أنك لا تعرف كم بقي أمامنا من وقت. قال أدهم وهو يقطب حاجبيه: المهم أن المطاردين قد كشفوا عن وجههم القبيح، من الواضح أنهم ينوون التخلص منا بأي ثمن. أشارت منى إلى أول الشارع وقالت: لقد وصل رجال الشرطة، كيف ستبرر لهم ما حدث؟ التفت أدهم إلى سيارة الشرطة التي توقفت في أول الشارع، وهبط منها شرطي اتجه إليهما بحذر ممسكا مسدسه بكلتا يديه، وقال أدهم: عليه هو أن يبرر لنا ما حدث، فنحن ضحايا الحادث ولسنا الجنى. اقترب الشرطي حتى أصبح على بعد خطوات منهما، فقال أدهم: أريد الإبلاغ عن محاولة قتل، انظر ماذا حدث لسيارتنا. ارتسمت ابتسامة باهتة على وجه الشرطي، وجذب صمام الأمان في مسدسه بهدوء، وبأسرع من لمح البصر دفع أدهم منى إلى الحائط عن يساره وقفز يمينا، وفي نفس اللحظة انطلقت رصاصة من مسدس الشرطي ومرقت بينهما واصطدمت بالحائط في آخر الشارع. وقبل أن يضغط الشرطي زناد مسدسه لثاني مرة كان أدهم قد انتزع مسدسه من سترته وأطلق منه رصاصة أطاحت بمسدس الشرطي بعيدا. سب الشرطي ساخطا ثم هجم على أدهم الذي تلقاه بركلة قوية في فكه أبعدته قليلا، ولكنه عاود الهجوم بشراسة ووجه لكمة قوية إلى فك أدهم فتلقاها هذا على ساعده، وأعقب ذلك بلكمة أكثر قوة في وجه الشرطي الذي ترنح ثم استعاد توازنه، وصرخ تلك الصرخة المميزة للاعبي الكاراتيه وقفز قفزة ماهرة راكلا مسدس أدهم بعيدا. لم يضع أدهم ثانية واحدة في الالتفات إلى المسدس الضائع، وإنما قفز هو الآخر بحركة أكثر رشاقة، وتحركت قدماه في آن واحد، فركلت إحداهما وجه الشرطي والأخرى صدره، وما أن عادت قدماه تلمسان الأرض حتى اندفعت قبضتاه بتتابع دقيق إلى وجه الشرطي ومعدته وصدره. لم يحتمل الشرطي هذا السيل الجارف من اللكمات والركلات، فترنح كالسكران ثم سقط فاقد الوعي. وفي نفس اللحظة اندفعت سيارة الشرطي نحو أدهم ومنى، أمسك أدهم بيد منى وأخذا يجريان في الشارع الطويل بسرعة، والسيارة تطاردهما بإصرار. كان أدهم يبحث عن أي تفرع جانبي بلا فائدة، وكان الشارع مغلقا في نهايته بحائط كبير. ابتسم الشرطي الذي يقود السيارة وقال ساخرا:
أين ستذهبان؟ مهما فعلتما ستكون نهايتكما تحت عجلات سيارة ماريو. توقف أدهم في نهاية الشارع وقد امتلأ قلبه بالغيظ، فالسيارة تتجه نحوهما بسرعة والطريق مسدود ليس به أي تفرعات، ومسدسه بعيد ب100 متر على الأقل، ومنى بجواره تعيق حركته، وهذا الوغد الذي يقود السيارة لن يتورع عن هرسهما دون تردد. وبرقت عيناه وهو يقول بإصرار وعناد: لا، لن يهزم هذا الوغد أدهم صبري. ثم جذب منى المستسلمة إلى الركن الأيمن من الشارع، ووقفا في مواجهة السيارة، وقد تنبهت عضلات أدهم كلها وارتسم على وجهه إصرار شديد، على حين اندفع ماريو نحوهما بالسيارة وهو يضحك ساخرا من هذا الرجل الذي قرر أخيرا أن يتحدى السيارة. الرجل والسيارة. اندفعت السيارة بقوة، وارتفعت ضحكات سائقها الساخرة على حين وقف أدهم كالتمثال الحجري، وقد تصلبت عضلاته وتحفزت وضاقت حدقتاه، وتركزت أفكاره كلها في نقطة واحدة: هذه السيارة التي تندفع نحوه وسائقها اللعين. وما أن أصبحت السيارة على بعد خطوة واحدة من أدهم ومنى التي صرخت بفزع، حتى دفعها أدهم بكل قوته إلى الركن الأيسر من الشارع، وقفز في نفس اللحظة إلى الأمام ساترا وجهه بعينيه، صارخا تلك الصرخة القتالية للاعبي التايكوندو. وصاح قائد السيارة في تلك اللحظة بفزع ودهشة: مستحيل، هذا المجنون سوف وقبل أن يكمل عبارته كان جسد أدهم يندفع عبر الزجاج الأمامي للسيارة، ناثرا القطع المهشمة الصغيرة على وجه السائق وجسده، ومرتطما به في نفس الوقت. أفلتت عجلة القيادة من السائق عند هذه المواجهة المذهلة، فارتطمت السيارة بالحائط بقوة، ألقت أدهم خارجها عبر الفتحة التي خلفها الزجاج المهشم، واصطدمت رأس سائقها بسقف السيارة، فترنح وزاغت عيناه وهو يصرخ متألما. قفز أدهم على الرجل وأمسك بتلابيبه، وصاح بغضب: أخبرني من أرسلك، وإلا قتلتك شر قتلة. دفع الرجل ذراع أدهم بعيدا وهو يصيح: حاول أن تمسني بأذى أيها الرجل، وسيمزقك دون ريكاردو شر ممزق. توقف أدهم وقطب حاجبيه وقال بلهجة باردة: دون ريكاردو، هكذا الأمر إذن. ثم ابتسم ابتسامة ساخرة وهو يقول للرجل: لقد أفدتني بأكثر مما تتصور أيها الوغد. عذرا، سأضطر إلى إحكام وثاقك حتى أبتعد مع زميلتي بهدوء. وحالما انتهى أدهم من إحكام وثاق الرجل، تناول مسدسه وقال لمنى: هيا أيتها الملازم، لابد أن نبتعد من هنا في الحال قبل أن يمتلئ المكان بحشرات المافيا. صاحت منى بدهشة: المافيا؟ هل هذا الرجل؟ قاطعها أدهم وهو يسرع بها إلى الشارع الرئيسي قائلا: نعم أيتها الملازم، الجميع يعلمون أن دون ريكاردو هو الأب الروحي لعصابات المافيا، وإن كانت الشرطة لم تجد من الأدلة حتى الآن ما يمكنها من توجيه الاتهامات إليه. ثم ألقى نظرة أخيرة على الشرطي الملقى أرضا والآخر المحكم الوثاق بجوار العربة المحطمة، وقال: والحق يقال، إنني لم أرى في حياتي كلها كل هذا العدد من الشرطة المرتشين. يبدو أننا نمثل أهمية كبيرة أيتها الملازم. وأشار إلى سيارة أجرة، وأسرع يدفع منى بداخلها ويتبعها وهو يقول للسائق بحزم: السفارة المصرية، وسأنقدك 50 دولارا لو وصلتنا في 10 دقائق. أسرع السائق ممنيا نفسه بال50 دولار، على حين التفتت منى إلى أدهم وسألته بدهشة: السفارة المصرية؟ هل تنوي التخلي عن المهمة يا سيادة المقدم؟ ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال: لو أن أحدا غيرك قال هذه العبارة لحطمت رأسه أيتها الملازم. أدهم صبري لا ينسحب من مهمة مطلقا. ثم لاذ بالصمت حتى وصلت السيارة إلى السفارة المصرية، وهبط منها أدهم ومنى، ونفح أدهم السائق الدولارات 50، وقال لحارس السفارة بلهجة حازمة: أريد مقابلة السيد السفير شخصيا، قل له أدهم صبري من المكتب الخاص.
بعد لحظات كان أدهم ومنى يقفان أمام السفير المصري الذي صافح أدهم بحرارة وهو يقول: نون واحد، ما أسعدني بلقائك، كم من السنوات مرت منذ أن عملنا سويا لآخر مرة. نظرت منى إليهما بدهشة، فابتسم أدهم وقال: سيادة السفير كان يعمل في المخابرات الحربية قبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي أيتها الملازم. ثم التفت إلى السفير وقال: ستظل زميلتي في ضيافتك يا سيادة السفير بعد موافقتك طبعا حتى أنتهي من مهمتي. صاحت منى معترضة: مهمتنا يا سيادة المقدم، لقد أسندت إلي مثلك تماما ولن أتخلى عنها إلا. قاطعها أدهم بحزم وبصوت يجمد الدم في العروق: هذا أمر أيتها الملازم، وأنت تعلمين عقوبة مخالفة الأوامر في مهمة حساسة كمهمتنا هذه. أطرقت منى وشعرت برغبة شديدة في البكاء وهي تقول باستسلام: أمرك يا سيادة المقدم. ثم رفعت إليه عينين دامعتين وهي تقول: على الأقل يجب أن أعرف ماذا تنوي أن تفعل. أخرج أدهم كارتا صغيرا من جيب سترته وقال وهو يلوح به: سألعب بالورقة الأخيرة التي بين أيدينا أيتها الملازم، ذلك التصريح الذي أعطانا إياه جوزيف إفرام لدخول مبنى إدارة البنتاغون. جاسوس في البنتاغون. احتقن وجه دون ريكاردو من شدة الغضب، ولكنه تمالك أعصابه وقال بصوت هادئ النبرات: هكذا بكل بساطة تخبراني أن رجلا واحدا قد تغلب عليكما وأنتما تركبان سيارة. قال ماريو بصوت مرتعد: صحيح أنه رجل واحد يا دون، ولكنه ليس رجلا عاديا، إنه شيطان. خبط دون ريكاردو على المائدة التي أمامه وصاح بغضب شديد: وهل أنتما ملاكان؟ هل تعجز المافيا عن التخلص من رجل واحد مهما بلغت قوته؟ ثم استعاد بروده وهو يقول: كما أن قوانيننا لا تسمح بالفشل. صاح الرجلان بذعر وأخذا يتوسلان عندما صوبت إليهما عدة مسدسات في آن واحد، وتولت الجدران العازلة للصوت إخفاء دوي الرصاصات التي انطلقت بلا رحمة. اجتازت عربة سوداء فاخرة مبنى الإدارة العسكرية الاستشارية للبنتاغون، وقدم راكبها التصريح الذي يحمله إلى حارس البوابة وهو يسعل. ألقى حارس البوابة نظرة سريعة على التصريح وابتسم وهو يقول: ولماذا التصريح هذه المرة يا مستر جوزيف؟ فالجميع هنا يعرفونك حتى لو حضرت مبكرا بخلاف عادتك. ابتسم جوزيف وأشار بتحية بسيطة إلى الحارس، وانطلق بسيارته إلى الداخل، ثم توقف بها أمام مبنى من 4 طوابق وهبط بهدوء، ثم اجتاز مدخل المبنى بثبات واتجه إلى المصعد الخاص واستقله إلى الطابق الرابع، وهناك وقف ينظر في أنحاء الممر، ثم اتجه إلى المكتب الذي يحمل لافتة كتب عليها مدير مكتب الرئيس الاستشاري، وحياه عامل النظافة وهو في طريقه قائلا بصوت مملوء بالدهشة: صباح الخير يا مستر جوزيف، لماذا أنت مبكر هذا الصباح؟ سعال جوزيف وهو يخفي وجهه بمنديله، ثم فتح باب الحجرة واندس داخلها متجاهلا إجابة سؤال عامل النظافة، ثم أخذ يجول ببصره في الحجرة وعلت شفتيه ابتسامة ساخرة وهو يقول لنفسه: ترى أين توضع الملفات السرية الخاصة بالتسليح يا مستر جوزيف؟ وجعل يبحث بسرعة ومهارة، ولكنه لم يجد شيئا على الإطلاق، فاجتاز الباب الذي يفصل بين مكتبه ومكتب رئيس المكتب الاستشاري العسكري، وألقى نظرة على صورة الجنرال روبرت مارك التي على مكتبه، وقال بنفس اللهجة الساخرة: عذرا يا عزيزي الجنرال، سأقوم بتصوير هذه المستندات تحت سمعك وبصرك. وبعد دقائق من الفحص السريع رفع عدة أوراق أمام وجهه وابتسم وهو يقول: أخيرا، ها هي ذي الأوراق اللازمة، والآن إلى الخطوة التالية. وتناول أحد الكتب العسكرية التي في المكتبة الصغيرة بجوار مكتب الجنرال روبرت مارك، ووضعه فوق جرس الاستدعاء المثبت على المكتب، وتأكد أنه في الوضع الصحيح، ثم أخرج آلة تصوير صغيرة وأخذ يلتقط عدة صور للاتفاقيات العسكرية السرية بسرعة ومهارة،
وما هي إلا لحظات حتى فتح أحد رجال الحرس باب المكتب وهو يقول مبتسما: هل استدعيتني يا سيدي؟ ثم حدق بدهشة في جوزيف الذي انحنى على الأوراق يقوم بتصويرها، وصاح بدهشة: مستر جوزيف، ماذا تفعل بهذه الآلة التصويرية؟ تناول جوزيف محبرة صغيرة من فوق المكتب وقذف بها رجل الأمن متعمدا أن يخطئه. تفادى رجل الأمن المحبرة بدهشة ثم أسرع يسحب مسدسه، ولكن جوزيف كان أسرع منه، فقفز عليه برشاقة وعاجله بعدة لكمات سريعة ومتلاحقة ألقت بالرجل أرضا، ثم أسرع يجري في الممر ويهبط السلم بدلا من انتظار المصعد، غير ملتفت لعامل النظافة الذي أخذ يصيح بدهشة وذعر: ماذا حدث يا مستر جوزيف؟ يا إلهي، ماذا حدث؟ أسرع جوزيف يهبط درجات الطوابق الأربعة بسرعة، ثم يقفز في سيارته وينطلق بها بسرعة، وعند البوابة أوقف السيارة وصاح في حارس البوابة بلهجة حادة آمرة: افتح هذه البوابة اللعينة بسرعة! أسرع الحارس يفتح البوابة وهو يتساءل في دهشة: ما الذي حدث يا مستر جوزيف؟ وما أن فتحت البوابة حتى أسرع جوزيف بسيارته بسرعة كبيرة، ولم تكد تغيب عربته في الأفق حتى تلقى حارس البوابة اتصالا لاسلكيا من رجل الأمن الذي قال: أوقف المستر جوزيف، لا تسمح له بالخروج، هناك ما يؤكد أنه جاسوس. فتح حارس البوابة فمه دهشة وأسرع يلتفت إلى عربة جوزيف، ولكنها كانت قد اختفت. وبداخل العربة ابتسم أدهم بسخرية وقال لنفسه وهو ينزع تنكره المتقن: لنرى كيف ستواجه هذا الموقف يا مستر جوزيف، وما هذه إلا البداية ما دمت قد قررت محاربة أدهم صبري. الثعلب والشيطان. وضع حاييم سماعة الهاتف بغضب، ثم التفت إلى جوزيف وقال بلهجة غاضبة: حتى دون ريكاردو فشل في القضاء على هذا الشيطان. ارتعد جسد جوزيف وقال: هذا الرجل خارق للمألوف، كم من محاولة للقضاء عليه باءت بالفشل. صاح حاييم بغضب: هذا لأن الذين يقومون بها أغبياء. ثم ضاقت حدقتاه وهو يقول: لقد طلبت من دون إرسال بعض رجاله ومعهم مصور ماهر لرسم صورة لهذا الشيطان وتوزيعها على كل رجل من رجال المافيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. لن يهدأ لي بال حتى أتخلص من هذا الضابط المصري اللعين. قال جوزيف وهو يتناول معطفه: سيكون عليك أن تستقبلهم وحدك يا سيدي، فلا بد لي من الذهاب إلى العمل، فاليوم بالذات ستوضع اللائحة المبدئية للأسلحة التي سيتم الاتفاق على توريدها لمصر، ولا بد أن أقوم قاطعه صوت قوي يقول بلهجة ساخرة: أعتقد أن ذهابك إلى العمل خطر هذا اليوم يا مستر جوزيف. التفت الاثنان إلى مصدر الصوت بدهشة، وسقط المعطف من يد جوزيف، واتسعت حدقتا حاييم دهشة وذعرا، وهما يشاهدان أدهم واقفا بقامته الممشوقة وابتسامته الساخرة على حافة النافذة مصوبا إليهما مسدسا ضخما. قفز أدهم برشاقة إلى داخل الغرفة وقال بنفس اللهجة الساخرة موجها حديثه إلى حاييم: كان يجب أن أتوقع وجودك في هذه العملية أيها الوغد العجوز، هذا يفسر العديد من الخطوات التي بدت غير مفهومة أو منطقية. تصنع حاييم الابتسام وقال بلهجة متوسلة: مستر صبري، يسعدني أن ألقاك مرة ثانية. ضحك أدهم بسخرية قائلا: منذ متى يسعد القاتل برؤية ضحيته على قيد الحياة أيها الوغد العجوز؟ وقف جوزيف حائرا ينقل بصره بين أدهم الممسك بالمسدس وحاييم الذي أخذ يتوسل بمذلة قائلا: مستر صبري، صدقني، أنا لم أحاول قتلك أبدا، وإنما هو دون ريكاردو. وتوقف عن الحديث فجأة عندما تنبه إلى الخطأ الذي وقع فيه، فضحك أدهم ضحكة ساخرة عالية وقال: لقد خانك مكرك هذه المرة أيها الوغد العجوز. ثم أخرج من جيب سترته جواز سفر ألقى به إلى جوزيف قائلا: معذرة يا مستر جوزيف، لقد استعرت جواز سفرك أمس. فتح جوزيف جواز السفر وألقى نظرة على صورته بداخله، ثم رفع رأسه إلى أدهم بدهشة وهو يتمتم بذهول:
ولكن كيف؟ ابتسم أدهم وهو يقول ببساطة: الأمر بسيط للغاية يا مستر جوزيف، لقد نشلته. هل تذكر ذلك المتسول الذي ارتطم بك أمس؟ لم يكن سواي أيها الذكي. قطب جوزيف حاجبيه وقال وهو يضغط أسنانه بغيظ: أيها الوغد، سوف... قاطعه أدهم قائلا: دعنا من الحديث عن الأوغاد يا مستر جوزيف، وإلا أتى ذكرك أنت وهذا الوغد العجوز في مواضع شتى. قال حايين بلهجة متوسلة وابتسامة زائفة: مستر أدهم، ربما أمكننا أن نتفق. ضحك أدهم ضحكة عالية وهو يقول: سبق أن أخبرتك أيها الوغد العجوز أنني لا أميل إلى عقد الاتفاقيات. ازدادت لهجة حايين توسلا وهو يقول: ربما لو تعلق الأمر ب1,000,000 مثلا أو 2,000,000. قطب أدهم حاجبيه وقال بجدية: ربما أمكننا الاتفاق أيها الوغد العجوز لو... ثم أشار إلى جوزيف وقال بسخرية: لو كانت رأس هذا الرجل هي محور الاتفاق. جحظت عينا جوزيف، فقد كان يعلم أن حاييم قادر على بيعه مقابل سلامته الشخصية، ولكن جرس الباب أنقذه من هذه الصفقة، فنظر إلى أدهم الذي قال بهدوء: استديرا إلى الحائط وحذار أن يقترب أحدكما من الباب. قال حاييم بخبث: ولكن هؤلاء الذين يدقون جرس الباب يعلمون جيدا أنني لن أغادر المنزل، وسيثير عدم استجابتي شكوكهم. قال أدهم ببرود وهو يصوب مسدسه إليه: استدر وضع وجهك تجاه الحائط أيها الوغد العجوز. أطاع الاثنان الأمر باستسلام، وقال حاييم وهو يرتعد: هل تنوي إطلاق النار علينا يا مستر صبري؟ ولكنه لم يتلقى جوابا، على حين ارتفع صوت دقات قوية على باب المنزل مصحوبة برنين الجرس المستمر، ثم حطم أحدهم الباب واندفع 3 رجال إلى الداخل وهم يحملون مسدساتهم. وصاح أحدهم بدهشة وهو يشاهد حاييم وجوزيف ووجهيهما إلى الحائط: ماذا تفعلان هنا بحق الشيطان؟ استدار حاييم وجوزيف بدهشة، وجالت أعينهما في ردهة المنزل، ولدهشتهما لم يكن هناك أثر لأدهم صبري. أسرع حاييم ينظر من النافذة، ثم صاح بغضب: تبا لسلالم الطوارئ هذه، إنها تسمح لأي كائن كان بالدخول والخروج من النافذة وقتما يحلو له. ثم صاح في الرجال: لابد أنه لم يبتعد كثيرا، أسرعوا وراءه. قال أحد الرجال بدهشة: وراء من؟ صاح حاييم بغضب: وراء ضابط المخابرات المصري، وراء هذا الشيطان المسمى أدهم صبري. هز الرجل كتفيه وقال: ولكننا لا نعرف حتى كيف يبدو، هل سنطارد كل رجل يسير في الطريق؟ أخذ حاييم يضرب رأسه بقبضته وهو يصيح بغضب شديد: يا للحظ السيء، يا لغبائهم. وانحنى أحد الرجال على بطاقة صغيرة ملقاة أرضا فتناولها وقال بدهشة: كيف أتت هذه البطاقة إلى هنا؟ إنها تخصك يا مستر جوزيف. خطف جوزيف البطاقة ونظر إليها، ثم امتلأت ملامحه بالدهشة والفزع وهو يقول: مستحيل، هذه البطاقة في غاية الخطورة، كيف وصلت إلى هنا؟ قاطعه صوت هادئ يقول بلهجة آمرة: سنأخذ هذه البطاقة يا مستر جوزيف وسيصحبنا الجميع. التفت الجميع بدهشة إلى الباب، وتولاهم الذعر وهم يشاهدون جنرالا من جنرالات الشرطة العسكرية الأمريكية، وقد وقف خلفه 5 من رجاله، يحمل كل منهم مدفعا رشاشا مصوبا إلى حاييم وجوزيف ورجال المافيا ال3 الذين تبادلوا النظرات. ثم ألقى كل منهم بمسدسه ورفع ذراعيه مستسلما، على حين صاح جوزيف: بأي حق تهاجمون منزلي؟ هل تعرفون من أنا؟ ابتسم الجنرال وقال: نحن نعرفك حق المعرفة يا مستر جوزيف، ونعرف جيدا ما فعلته هذا الصباح. ظهرت الدهشة على وجه جوزيف وهو يقول: هذا الصباح؟ وأسرع حاييم يصيح: لا دخل لي مطلقا بكل ما يحدث هنا، أنا زائر فقط. تناول الجنرال البطاقة التي كان يحملها جوزيف ونظر فيها، ثم اتسعت عيناه دهشة، وعاد ينظر إلى جوزيف ثم إلى البطاقة، وقال وهو يقطب حاجبيه ويدسها في جيبه: يبدو أن الأمر أخطر مما تصورنا. وواجههم قائلا بلهجة حازمة: ستصحبوننا جميعا إلى مكتب مكافحة الجاسوسية أيها السادة. صاح جوزيف بذعر: هذه البطاقة مزورة، مزورة. ولكن الجنرال لم يجب، بل أشار إلى رجاله بإلقاء القبض على الجميع.
في عرين الأسد. توقفت سيارة فاخرة أمام البوابة الحديدية الضخمة للقصر الذي يقيم فيه دون ريكاردو، وتقدم منها أحد 3 رجال يحملون المدافع الرشاشة. ألقى الرجل نظرة سريعة على قائد السيارة، وتأكد بنظرة أخرى من عدم وجود ركاب آخرين، ثم رفع جهاز الإرسال الصغير أمام وجهه وقال: مستر حايم شيمون، نفس الأوصاف السابقة، يقود السيارة بنفسه هذه المرة. وبعد أن استمع إلى عبارة مألوفة أشار إلى الرجلين، ففتحا البوابة، وانطلقت السيارة الفاخرة تعبرها إلى القصر الضخم، حيث توقفت أمام بابه. وقام رجل ضخم الجثة بفحصها جيدا، ثم سمح لراكبها بالهبوط. وما أن اجتاز الراكب باب القصر وأغلقه وراءه، حتى أسرع إليه دون ريكاردو فاتحا ذراعيه عن آخرهما وهو يصيح مرحبا: مرحبا أيها الثعلب العجوز، أي رياح. ثم توقف فجأة وارتد خطوة إلى الوراء بحدة وهو يقول بذعر: ولكنك لست حايم. رفع الرجل المتنكر في زي حايم مسدسه في وجه دون ريكاردو وهو يقول بلهجة ساخرة: بالطبع أنا لست هذا الوغد العجوز، أنا الرجل الذي كلفت رجالك التخلص منه، أدهم صبري. تحرك رجال دون ريكاردو بسرعة محاولين إنقاذ زعيمهم، ولكن أدهم كان أسرع الجميع، إذ قفز بسرعة محيطا رقبة دون ريكاردو الغليظة بذراعه وغارسا مسدسه في كرشه، وهو يقول بابتسامة واثقة: مر رجالك بالابتعاد وإلقاء أسلحتهم أيها البدين، وإلا حولت كرشك الضخم إلى مصفاة. صاح دون ريكاردو في رجاله بفزع: ألقوا أسلحتكم وابتعدوا بسرعة! ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وهو يشاهد رجال المافيا يلقون بأسلحتهم بحنق، وقال: لقد أتيت إلى هنا للتحدث إليك يا دون ريكاردو، ولم آت للقتال. حدق دون ريكاردو في وجه أدهم بدهشة، ثم قهقه ضاحكا وهو يقول: هي لك من رجل جريء، وفيما تريد التحدث أيها الشيطان؟ قال أدهم بهدوء: وحدنا يا دون ريكاردو. عاد دون ريكاردو يضحك بصوته الغليظ، ثم ربت على كتف أدهم بإعجاب وقال: حسنا، سنتحدث وحدنا في غرفة مكتبي الخاص أيها الشيطان، لم لا تنحي هذا المسدس جانبا؟ أجابه أدهم بابتسامة باردة: عندما نتحدث وحدنا يا دون. قهقه دون ريكاردو ضاحكا مرة أخرى وهو يقول: لك ما تطلب أيها الشيطان، أنا أحب أسلوبك الجريء. ثم صحبه إلى غرفة مكتبه وكأنهما صديقان، وما أن أغلق عليهما الباب حتى جلس دون ريكاردو على مقعد وثير، وأشار إلى أدهم أن يجلس على مقعد مقابل. جلس أدهم باسترخاء وترك يده التي تحمل المسدس تتراخى بجواره، ثم قال موجها سؤاله لدون ريكاردو: هل لي أن أعرف السبب الذي جعلك تأمر رجالك بقتلي؟ قال دون ريكاردو وهو يشيح بذراعه: ليس بيننا أحقاد شخصية أيها الشيطان، ولكن... قاطعه أدهم ببرود وهو ينزع تنكره: اسمي أدهم صبري، وأظن أنك تعرف الاسم جيدا. ضحك دون ريكاردو وقال: بالطبع يا مستر صبري، في الواقع لقد كانت خدمة لصديق قديم، ولكنني بعد أن قابلتك قررت إيقاف هذا الأمر، ليس لأنك تهددني بمسدسك يا مستر صبري، ولكن لأن شجاعتك أثارت إعجابي. ثم مال على أدهم وهو يقول بجدية: ما رأيك في العمل لحسابي؟ إنني أحتاج إلى رجل مثلك تجري في عروقه شجاعة المصريين القدماء وجرأة فرسان العرب، رجل لا يهاب المستحيل. رفع أدهم مسدسه إلى وجه دون ريكاردو بهدوء وقال: هل تعلم كم أود الضغط على الزناد؟ امتقع وجه دون ريكاردو وانعقدت حبات العرق على وجهه وهو يقول: ولكنك لن تفعل يا مستر صبري، أليس كذلك؟ أرخى أدهم يده ثانية وقال بابتسامة: بالطبع، سبق أن أخبرتك أنني لم أحضر هنا من أجل القتال، ولكنني أريد منك خدمة يا دون. ضحك دون ريكاردو وقال: لماذا تطلب الشياطين معاونة دون ريكاردو المسكين هذا الأسبوع؟ أخرج أدهم مظروفا من جيبه ووضعه على المنضدة المجاورة وهو يقول: وسأدفع الثمن يا دون. ابتسم دون ريكاردو ومال على أدهم قائلا: دون ريكاردو يقدم الخدمات مجانا لأصدقائه ولرجاله في المستقبل.
استند أدهم إلى مقعده باسترخاء وقال بهدوء شديد: أريد تقديم المفتش هيستون للعدالة. أريد أن ينكشف قناعه أمام المسؤولين. خطب دون ريكاردو حاجبيه وقال: ولكن هذا الرجل يعد واحدا من رجالي، ثم ابتسم وهو يتابع قائلا: ولكنني سأفعل إذا وعدتني بالتفكير في العرض الذي قدمته لك، ستكون ساعدي الأيمن. ابتسم أدهم ولم يعلق، فبادله دون ريكاردو الابتسام وتناول سماعة الهاتف وطلب رقما خاصا، وما أن تلقى جوابا حتى قال بلهجة آمرة: أنا دون ريكاردو، أرسل كل الأوراق التي تدين المفتش هيستون إلى المباحث الفيدرالية. نعم، في الحال، هذا أمر. ثم وضع السماعة والتفت إلى أدهم مبتسما وقال: لقد نفذت الجزء الخاص بي. سيصبح المفتش هيستون مجرما في نظر العدالة بعد أقل من ساعة واحدة. والآن هل تعدني بالتفكير جديا فيما عرضته عليك؟ ابتسم أدهم بهدوء وقال: بالطبع يا دون، بعد أن ترافقني إلى الخارج لضمان السلامة. بعد أن انصرف أدهم ابتسم دون ريكاردو وهو يقول لنفسه: هذا هو الرجل الذي أحتاج إليه لينتشر نشاط المافيا في الشرق الأوسط كله، ويا له من رجل. وقبل أن يكمل عبارته جاءه أحد رجاله قائلا: أنتوني يقول إن بالبوابة رجالا من CIA ومعهم عدد كبير من العربات المسلحة. خطب دون ريكاردو حاجبيه وقال: اسمحوا لهم بالدخول، ليس لدينا ما نخفيه. لماذا جاءوا يا ترى؟ وبعد دقائق وقف أحد رجال المخابرات الأمريكية أمام دون ريكاردو وقال: لقد تلقينا مكالمة تليفونية تشير إلى اشتراكك في عمليات تجسس حربية يا دون، ومعنا أمر بتفتيش القصر، هل تمانع؟ ضحك دون ريكاردو وقال: بالطبع لا أيها الرجل، دون ريكاردو لا يخفي شيئا على الإطلاق. تناول رجل المخابرات الأمريكي المظروف الموضوع على المنضدة وقال: لكن هذا المظروف يحمل شعار المكتب الاستشاري للبنتاغون، هل تسمح لي بالاطلاع على محتوياته؟ امتقع وجه دون ريكاردو وهو يقول: ولكن هذا المظروف يخص زائرا، إنه ليس ملكا لي أقسم لكم. فتح رجل المخابرات المظروف واتسعت عيناه دهشة وهو يطلع على محتوياته، ثم ابتسم وهو يدسه في جيبه قائلا: يبدو أنك قد وقعت يا دون هذه المرة، أخيرا. سقوط الأقنعة. ضحك السفير المصري وهو يربت على كتف أدهم باعتزاز وهو يقول: ما زلت متهورا كما عاهدتك قديما يا أدهم، صدقني لقد كان العمل معك متعة. ابتسمت منى وهي تقول: أوافقك على هذا القول يا سيدي السفير. تناول السفير صحيفة أمريكية وقال: هل تعلم أنك صانع كل الأخبار الهامة في جرائد اليوم؟ القبض على جوزيف إفرام مدير مكتب المستشار العسكري للبنتاغون، القبض على دون ريكاردو الأب الروحي لعصابات المافيا متلبسا لأول مرة، القبض على المفتش هيستون بتهمة الارتشاء، حتى الخبر الخاص بقدوم الوفد العسكري المصري لإجراء مباحثات التسليح كنت أنت صاحب الفضل فيه. ابتسم أدهم بكسل وقالت منى: ولكن كيف توصلت إلى وضع بطاقة جوزيف التي تفيد كونه ضابطا في المخابرات المعادية في منزله؟ بل كيف أمكنك الحصول عليها أصلا؟ قال أدهم وهو يغلق عينيه بتراخ: إنها ليست بطاقته الحقيقية، ولكن حتى هو لم ينتبه إلى ذلك. ليس من الطبيعي منطقيا أن يحمل ضابط مخابرات في مهمة كمهمة جوزيف أي بطاقة تشير إلى حقيقة هويته، ولكن هذه البطاقة واحدة من تحف صديقنا قدري في المكتب رقم 7 بإدارة المخابرات الحربية. إنه عبقري، ولو عمل في مجال التزوير لأصبح أشهر مزور في العالم أجمع. ضحك السفير وقال: أنت محق في هذا، ولكن الذي أعجبني جدا هو تلك الطريقة البسيطة التي وضعت بها صور الوثائق التي قمت بتصويرها من مكتب البنتاغون في قصر دون ريكاردو. لقد أوقعت بالرجل وفعلت ما عجز عنه رجال البوليس الأمريكي دائما. ابتسمت منى بإعجاب وقالت:
لو أن البوليس الأمريكي علم بما فعلت يا سيادة المقدم لمنحك وساما بسبب بطولتك في الإيقاع بالمفتش هيستون ودون ريكاردو. ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وقال: هل تظنين ذلك أيتها الملازم؟ نظرت إليه منى بدهشة وقالت: بالطبع، لقد أنهيت المهمة التي أسندت إليك بنجاح، وأضفت إليها الإيقاع بزعيم عصابات المافيا التي ترتعد لمجرد ذكر اسمها الملايين، وكشفت القناع عن مفتش شرطة مرتش. ألا يعد هذا نجاحا باهرا؟ وألا تعد هذه بطولة نادرة؟ ضحك السفير وقال وهو ينظر إلى أدهم الذي أغلق عينيه: ربما كان هذا رأيك أيتها الملازم منى، ولكنني أعتقد أن رؤساءه في المخابرات الحربية سيكون لهم رأي آخر. استرخى أدهم في مقعده في كسل، وقد ارتسمت ابتسامة على شفتيه، على حين حدقت منى في وجهيهما وقد تملكتها الدهشة. الختام. وقف أدهم صبري بهدوء أمام مدير المخابرات الحربية الذي قال بلهجة جافة: يجب أن نعترف أيها المقدم أنك قد أنجزت مهمة تكاد تكون مستحيلة وبنجاح باهر، فكشف القناع عن ضابط مخابرات معاد يتجسس على دولة صديقة لدولته يعد أمرا عظيما يعجز عنه الكثيرون. وصحيح أنك قد وضعت دولته في موقف حرج أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة أن دولته تعد الطفل المدلل لأمريكا في الشرق الأوسط، ولكن. ثم تحولت لهجته إلى الحدة وهو يقول: ولكن دخولك في صراعات جانبية من أجل انتقام شخصي يعد أمرا منافيا لقواعد العمل في المخابرات الحربية. لقد عرضت نفسك لخطر انكشاف سرك وأنت تعمل على الإيقاع بمفتش البوليس الأمريكي وزعيم عصابات المافيا، برغم أنه في تلك اللحظة كانت مهمتك قد انتهت بنجاح، وكانت النتيجة أن الرأي العام الأمريكي قد نسب عمليات التجسس إلى عصابات المافيا نظرا لتورط الأب الروحي لها في الأمر، وليس هذا ما كنا نسعى إليه. قالت منى محاولة الدفاع عن أدهم: ولكن يا سيدي، الإيقاع بزعيم عصابات المافيا يعد بطولة، كم من الرجال فشلوا في تحقيق هذا الأمر؟ نظر إليها مدير المخابرات بحدة وقال: هذا الأمر لا يخصنا أيتها الملازم، فلنترك مثل هذه البطولات للبوليس الأمريكي، ثم إن الفضل في ذلك قد عاد إلى البوليس الأمريكي وليس إلى المقدم أدهم بسبب سرية العمل الحتمية هنا في المخابرات. تكلم أدهم لأول مرة منذ دخوله مكتب مدير المخابرات فقال: لم يكن يعنيني مطلقا انتساب الفضل إلي يا سيدي، المهم أن عصابات المافيا تعلم الآن أنه ليس من السهل الدخول في صراع مع ضابط مخابرات مصري. احتد مدير المخابرات وهو يقول: وهل تعد نفسك ضابطا عاديا أيها المقدم؟ هل نسيت لماذا يرمز إليك بالرمز نون واحد؟ ابتسمت منى وقالت بخبث: أعتقد أن سؤالك هذا يجيب عما فعله سيادة المقدم يا سيدي. ابتسم مدير المخابرات بالرغم منه وقال: هذا صحيح أيتها الملازم. ثم التفت إلى أدهم قائلا: والآن أيها المقدم، هل أكافئك لنجاحك الباهر في أداء المهمة أو أعاقبك على مخالفتك الأوامر والقواعد المعمول بها في المخابرات؟ ابتسم أدهم وهو يقول: افعل ما يمليه عليك ضميرك يا سيدي. أطرق مدير المخابرات قليلا ثم قال: أعتقد أنك تستحق المكافأة أيها المقدم عن جدارة، أنت وزميلتك الملازم منى. ثم أشار إليهما بالانصراف، وما أن أغلق الباب خلفهما حتى ابتسم مدير المخابرات ابتسامة إعجاب وهو يقول: يا لك من رجل أيها المقدم أدهم صبري، إنك بحق رجل المستحيل. تمت بحمد الله. العدد القادم: صائد الجواسيس.